اريح نفسي دلوقتي؟ الله يرحم، ده انت ما كنتش تعرف تروح ولا تيجي من غيري. الحمد لله كبرت واتفطمت وبقيت اعرف الصح من الغلط. يعني انت عيشتك معايا كانت غلط؟ غلط وستين غلط. استريحتي؟ استريحت عشان اتاكدت ان انت اناني وناكر للجميل وما بيطمرش فيك. نهد نهد ارجوكي ما تغلطيش فيا. غلط مين يا ابو غلط؟ انت اخر واحد تتكلم عن الغلط. انا اللي ساكته على غلطك وقرفك وخيانتك. انا بخونك؟ تاخد سميره معاك اسكندريه كل اسبوع ولما اسالك تقول لي مأموريه في الشغل، وانا اقول معلش بيتي وولادي نزوه وهتعدي. تجيب نسوان المحل اللي انت فاتحه على البحري وانا اقول برضو معلش بيتي وولادي ونزوه وهتعدي. هو انت فاكرني هبله ولا انا نايمه على وداني وما اعرفش ولا انا كبلت وراحت عليا؟ لا يا حبيبي، انا لو سبتك النهارده 1000 واحد يتقدمولي. ده انت اكيد مخك فوت. ما هو ده بقى الكلام اللي انت حاشي بيه دماغ العيال دي. مخها فوت، ما تاخدوش عليها، فوتوا لها منك لله. ولادي بعد ما كانوا في حضني خليتني غريبه في وسطهم. عارفه ليه؟ لانك مش قادره تتصوري انهم كبروا وان من حقهم يختاروا حياتهم. واحده تختار ميكانيكي تحبه وانت تداري عليها، وتختار تدخل ورشه شركه وتسحب الفلوس من ورا اهلها وانت تداري عليها، والواد يختار بنت عدوة امه اللي عايزه تخطف ابوه وانت تداري عليها. حرام عليك، دول في سن محتاجين التوجيه. بس انت توجه ليه؟ هو انت تعبت فيهم؟ طبعا تعبت، بس انت لازم تراعي مشاعرهم عشان يفضلوا يحبوكي. كانوا بيحبوني قبل انت ما تلعب في دماغهم. انا هجيب لك من الاخر، انا ولا عايزاهم يحبوني ولا عايزاك تحبني ولا انتوا كلكم على بعضكم بقيتوا لازمني. خلاص؟ طب انت عايزه ايه؟ يا جماعه مش ممكن السلبيه اللي احنا فيها دي، لازم نعمل حاجه. حاجه زي ايه يعني؟ احنا ندخل لهم ونعيط. بس بلاش هبل. انت حبيبتي يا بت. انا كرهاك، مش طايقه ابص في وشك، من فضلك طلقني. إذا كان ده قرارك النهائي عاوزك تفكري كويس عشان ما تحسيش بالندم بعد كده. انت بتهددني؟ لا، عاوز اريح ضميري النهارده